سلام البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوه ديال الطبقات. هاد الحلوه ديال الطبقات ساهله ماهله سوغ بلاص كتوجد. خليكم معايا باش تعرفوا الطريقه والمقادير. بسم الله. يلا معايا. هاد الحليوه كتجي كبيره عائليه واقتصاديه في نفس الوقت، كتوجد خفن زربن. خليكم معايا باش نعرفوا الطريقه والمقادير. كتجي بنينه بنينه بزاف. غادي ناخدو الاطار وغادي نديروه في الطبق ديال التقديم ديريكتومون. عندي هنايا هاد البسكوي، عندي ديال الشوكولا وعندي العادي. هادو خديتهم من بيما البنات، كيتباعوا في بيم. المهم انا خديت هاد جوج باكيات، هادو راهم معروفين. هاد النوع ديال البسكوي راه معروف. خديت هاد الحبه ديال الفاني او ساشيه ديال الفاني، وخديت تقريبا واحد الكاس ديال الحليب. غادي ناخد الفانيا وغادي نكه بها الحليب ديالي. اللي بغى يدير هاد الخطوه اختياريه، ولكن راه كتعطي واحد البنه ديال الفاني في البسكوي. غادي نقطع هكا البسكوي ديالي، وغادي نبقى ناخد بالحبه بالحبه، وانا كنستف في الاطار. نتوما كتحكموا في الحلوه ديالكم، بغيتوها تجي كبيره بغيتوها تجي صغيره. المهم انا هاد الكميه ديال البسكوي غادي تعطيني واحد الحلوه اللي كتكون عائليه وكبيره. صافي كنبقى هنايا كنغمسهم في الحليب ونستفهم على هاد الشكل هذا. بهذه الطريقه هذه ما كيجيش داك البسكوي معجن، ولكن تيجي غير طبغي شويه وفيه داك التقرميش. انا غير كنديرهم كنزولهم سير بلاص، ما كنخليهمش بزاف. كنستمر على هذا الشكل حتى كندير جوج ديال الطبقات. يعني الطبقه الاولى وكنعاود ندير عاوتاني البسكويت الطبقه الثانيه. غادي ندوز نصوب الكريمه. غادي ناخذ نصف لتر ديال الحليب. غادي نديرو في واحد الكاسرول. من بعد ما كندير الحليب كندير 3 ديال المعالق كبار ديال النشا، وكندير 3 المعالق كبار ديال السكر الخشن او سنيده. كنضيف واحد المعلقه صغيره عامره ديال القهوه سريعه الذوبان او نسكافيه، باش غادي نكهو هاد الكريمه. وغادي نخلط بارد في بارد، عاد نديرهم فوق البوطه. صافي اون فوا كنديرها فوق البوطه ما كتكملش 5 دقائق كتعقد لينا الكريمه، وكندوزو كنكبوها هكا فوق الطبقه الاولى من البسكوي. من بعد ما كنزل الكريمه وكنحاول اني نقادها هكا في الجنيبات ديال الاطار، كندوز ندير طبقه ثانيه من البسكوي. انا كيف ما قلت يعني في الاول درت هذه الطبقه الثانيه من البسكوي ديال يعني شوكولا. وبنفس الطريقه اللي درنا البسكوي الاول غادي نغمسهم يعني غير شويه في الحليب، وغندوز نستفهم مباشره فوق الكريمه. صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل البسكوي. غادي ندير منه حتى هو جوج ديال الطبقات، وغادي ندوز نصوب الكريمه. هاد المره الكريمه غادي نكوها بالكراميل. غادي نصوبوا الكراميل ديالنا. درت هنايا في الكاسرول واحد 4 المعالق كبار ديال السكر الخشن او سنيده. غادي نحاول نخليهم حتى يتكراميليزاو بحال هذا الشكل هذا. هنا غادي نبقى نخلطهم معلقه ديال الخشب باش غادي نخليهم يتكراميليزاو دغيا. وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وانا تنخلط.
صافي هنا من بعد ما ضفت الزبده فخديت نص لتر ديال الحليب، ضفت له 3 المعالق كبار ديال النشا، خلطته على البارد وعاد ضفتو فوق الكراميل ديالنا. ضروري خصنا نبقاو كنخلطو واخا كيتحجر، ما نهدنوش من التحراك حتى كتطلق لنا الكريمه، حتى كتعقد. يعني كنكملو هكاك، ما تخافوش منه البنات، غيبقاو كتخلطوه حتى كيذوب داك الكراميل اللي تحجر. كناخذوا الكريمه ديالنا كنضيفوها فوق الطبقه الثانيه ديال البسكوي اللي درنا، حتى هي دوبلت البسكوي باش كتجينا الطبقه شي شويه غليظه، ما كتجيش رقيقه. صافي كنخلط هكا هاد الكريمه على الجوانب بحال درنا في الكريمه ديالنا الاولى او في الطبقه الاولى. كنستمروا هكا، كنحاول انني ندخل داك الكريمه في الجوانب باش كتجي متساويه. طبقات ملي كنزولوا الاطار كيجيو زوينين البنات. دابا غادي ندوزو نصوبو الطبقه الاخيره. خديت هنايا واحد الكاس، خذوا كاس ديال العنبه ديال الماء، غديروا في كاسرول وتاخذوا هذا النوع ديال الفلون كما وريتكم في الصوره. غادي نخلطوه هكا على البارد وغادي نديروه حتى يغلى. من غادي يغلى مزيان غادي نضيفوه فوق الطبقه الاخيره اللي درنا ديال الكريمه. هانتوما كتشوفوا البنات هنا كيغلي. صافي هنايا درتو كطبقه اخيره فوق الكريمه. صافي هنا خليتها فوق سطح العمل حتى بردات ودخلتها للثلاجه تقريبا واحد 3 ديال السوايع، وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها. جات كتحمق لذيذه لذيذه بزاف، والمنظر ديالها غزال. نتوما التزيين كيبقى اختياري. انا درت هنا الفيرميسال ديال الشوكولا هكا في الجناب. يمكن لكم تزينوها بالفواكه او الشكلاط او كريمه، نتوما كيبقى لكم تزيين اختياري، كل واحد كيزين الطورطه ديالو بالطريقه اللي كتعجبو. وكتبقى هاد الكريمه اللي كنديرو في هاد لي طارط هي المفضله عندي. ما كتعجبنيش داك الكريمه اللي كتكون بيضاء ديال الكريم فريش او كريم شونتيي وداكشي. ما تيعجبونيش داك الكريمات كلهم، ما كنحملهمش. كتعجبني هادي كتجي فنه البنات. كنصحكم انكم تجربوها، انا اكيده انها تنال الاعجاب ديالكم. نتمنى لا فيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم البنات. صراحه الحلويات كتحمق وجدات في واحد السرعه قياسيه. تبعوا الطريقه والمقادير وغتكون عندكم واحد الحلوه كتحمق. بسلامه.